وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا غالي. ممكن عندي 3 سؤال أسأل الأول من عادك حضرتك. الله. يلا بسرعة الأول. ما رأيك بلا الصيام يوم الاثنين مولد النبي والاحتفال فيه؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني لماذا أبو بكر غضب فاطمة؟ والسؤال السؤال الثالث الثالث. السؤال الثالث لماذا علي يرى أبو بكر وعمر كاذبا غادرا خادرا؟ يلا اسمع الجواب. أما بالنسبة للسؤال الأول عادك تقول احتفال، ماكوش احتفال. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام، ما فيش واحد صايم يحتفل. يعني عمرك شفت واحد صايم الظهرية مثلا قال عملت كيك يا سوسن؟ لا ما عملتش كيك. يلا احنا صايمين نحتفل باليوم المولد. ما فيش، هو يا يحتفل يا يصوم. الصيام عبادة، والعبادة لا تقام بحفلات وصاخبة. حفلات صاخبة وكلها أناشيد ودق ودفوف ورقص ما تقام. هي الصيام عبادة، فأنت لما تصوم تكون دائما قراءة قرآن أحاديث. فالفرق بين عادنا الصيام تفترق عاده عن ايش؟ الاحتفال. الأمر الثاني عادك تقول لي أبو بكر أغضب الزهراء. هل أبو بكر تعمد إغضاب الزهراء أم قال أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة؟ ربنا يحفظك يا شيماء. ها، من صاب أبو بكر ولا فاطمة؟ من أعلم، فاطمة ولا أبو بكر؟ لا أعلم أبو بكر، لأن أبو بكر أكبر من فاطمة ب30 سنة. أنت عندك معلومة أحسن مني. أنا أقول لك على حاجة. فاطمة عليها السلام عندها 8 أراضي. ركز معي جيدا. أنت زيدي ولا 12؟ عشان أقول لك على شيء. أنا 12 من اليمن. طيب، فاطمة عليها السلام عندها 8 أراضي. 7 أراضي ملك لها، وأرض واحدة ورثت من النبي وهي فدك. اتفقناهاش؟ لأن هذه موجودة عندك في بحار الأنوار، عاده موجود. أطلع لك الرواية. طيب، لو أراد أبو بكر أن يغتصب أرض فاطمة أخذ 8. ليش عاده أخذ فدك؟ لأن فدك هي حق النبي ورثته، والنبي والأنبياء لا يورثون. فهو عندها 7 أراضي لفاطمة رضي الله عنها، ما أخذهاش أبو بكر، تركها لها لأنه مو ميراث. أفتهم لك. 2، الله يقول في القرآن المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فهي الآن فاطمة رضي الله عنها تطالب بأمور دنيوية. لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى طهر آل البيت من أخذ أموال الدنيا ووسخ الدنيا حتى لا ينذلون. ففاطمة عليها السلام رضي الله عنها عادها أرادت هي أرض فدك، وقالت إن الرسول صلى الله عليه وآله قد ورثني. فقال يا فاطمة والله ما أحد أحب علي من النساء إلا أنت، وما أحد أحب علي من الرجال إلا أبيك، لكني سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث. بس. فغضبت فاطمة، ثم ذهب أبو بكر إليها وراضاها ورضيت عنه. طيب، السؤال الثالث. هي